بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام الذي هو أعظم المنن، وأمرنا بإخلاص العمل له في السر والعلن. أحمده سبحانه وتعالى على إحسانه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، عندما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من أمر فلا بد أن يكون هذا الأمر من الأمور التي يجب الحذر منها واجتنابها. ولقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الرياء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. رواه الإمام أحمد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. إخوة الإسلام، الرياء هو أن يعمل الإنسان عملا ليراه الناس، فالرياء ضد الإخلاص، لأن الإخلاص هو أن تقصد بعملك وجه الله، والرياء محبط للأعمال وهو سبب لمقت الله سبحانه وتعالى، وأنه من الكبائر المهلكات. ومن أقسام الرياء الأكبر، وهو رياء العقيدة، وهو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا مخرج عن الملة. أما الرياء الأصغر فهو رياء العمل، وهو كبيرة من الكبائر، ولكن لا يخرج صاحبه من الملة. وينقسم الرياء إلى جلي وخفي، فالجلي هو الظاهر الواضح ويعلمه صاحبه. أما الرياء الخفي فهو الذي قد يخفى على فاعله وقد يقع في الرياء وهو لا يدري. يا أخي المؤمن، إذا صليت فصل لله، وإذا تصدقت فتصدق لله، وإذا حسنت خلقك فاجعله لله، وإن تعلمت فتعلم لله، وإن علمت فعلم لله، وإن أطعت الله فأطعه لوجهه الكريم، فإن لم تفعل فيا ضيعة عمرك ويا خسارة وقتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأمرنا بإخلاص العمل له في السر والعلن. أحمده سبحانه وتعالى على إحسانه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، الرياء آفة خطيرة، ولذا خافها سلفنا الصالح على أنفسهم. فقد ذكر ابن سعد أن عمر بن عبد العزيز كان إذا خطب على المنبر فخاف على نفسه العتبة خطأ كلامه، وإذا كتب كتابا فخاف فيه العتبة مزقه، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه يوم القيامة، ومن كان باطنه أرجح من ظاهره ثقل ميزانه يوم القيامة. وعن عطاء بن السائب قال: بلغني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: العمل الصالح الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله. قال الإمام الغزالي رحمه الله: اعلم أن الرياء حرام، والمرائي عند الله ممقوت.
وقد شهدت لذلك الآيات والأخبار. وسأل رجل سعيد بن المسيب فقال: إن أحدنا يصنع المعروف يحب أن يحمد ويجر، فقال له: أتحب أن تمخط؟ قال: لا. قال: فإذا عملت لله عملا فأخلصه. عباد الله، لقد ورد ذم الرياء في الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى في سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. وهو من صفات المنافقين. قال الله تعالى في ذكر حالهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: للمرائي علامات: يكسر إذا كان وحده، وينشد إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه، وينقص إذا ذم به. عباد الله، إن الرياء أمره عظيم وخطير. ومع ذلك ترى بعض الناس يتحدث عن أعماله الصالحة عند الآخرين من صلاة وصدقة وصيام، وربما ذكر كم حجة حجها وكم عمرة اعتمرها وهو لم يشغل عن ذلك، وربما ذكر مساعدته للناس بجاهه أو ماله يريد بذلك المنزلة عند الناس، وهذا غلط فاحش وضر كبير. فنعوذ بالله من هذا الحال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للإخلاص في القول والعمل. قوموا إلى الصلاة.